النقاش. وحتى اكو بنات طالبات فاتحات مشاريع يراسلوني على انستغرام يكتبون فاطمة احنا فتحنا هذا المشروع مصدر رزق إلنا حتى افيد نفسي واشيل مصاريف المدرسة، فيا رب ان شاء الله يوفق الجميع. هنا عندي الدجاج مقطعته ومنقعته بالماي والملح، وعندي هذا المقدار من الحليب السائل. مقدار الحليب يا بنات كوب حليب كبير، وهذا هنا حامض الليمون او عندك خل ابيض ممكن تضيفينه، هذا ما يعادل نص كوب. هنا طبعا راح اضيف هذه البهارات. البهارات عبارة عن بابريكا، كاري دجاج، بهارات مشكلة، ثوم باودر، بصل باودر، وماجي دجاج، والملح. من كل شيء خاشوقة كوب من البهارات، وراح اضيفنها على الحليب والليمون اللي ضفته. طبعا الحليب بدرجة حرارة الغرفة، مو حار او دافي، لان اذا حار واضيف عليه الليمون راح يتقطع. وعندي هذا هنا نص كوب من الطحين. بهالطريقة احاول اذوب الطحين بالسائل. وهسه حزرتوا الاكله اللي راح اسويها وياكم لو لا؟ طبعا راح اسوي وياكم كنتاكي الدجاج. هنا طبعا الدجاجة انا هيك مثقبتها بالسكينة، وهذه هنا الثقوب اذا تكون واضحة عندكم. والدجاجة غاسلتها ومنقعتها مثل ما تشوفون بالماي والملح والطحين حتى نقضي على الزفرة مالتها. وهذه الخطوة يا بنات الصبح من وقت سويتها، بس ضفت لكم المقطع بهذا الوقت من الفيديو. من الصبح سويتها يا بنات، نقعتها بهذه التخميرة من الصبح لليل لأن رادوها للعشاء. غطيها بنايلون غذائي وأدخلها للثلاجة، وقد ما تتخمر بهذه البهارات والحموضة يطرى اللحم وبسرعة يستوي عندنا. هذا عندي ناني نص كوب من فتات الخبز، خبز يابس أو محمص وطحنته، ضفته على كوب من الطحين، وضفت هذا هنا ظرف بيكنج باودر. وايضا نفس تشكيلة البهارات اللي ضفناها بالتخميرة مالت الدجاج هنا راح نضيفها ويا الطحين حتى نغلف بيها قطع الدجاج. الكنتاكي أكلة طيبة ومشبعة يحبونها الأطفال، الكبار والصغار يحبونها. وبهالطريقة نبدي نغلف قطع الدجاج. لازم يكون التغليف ممتاز بحيث تتغلف كل أجزاء الدجاجة. وهنا نبدي ننكتها من الطحين الزايد. ونرجع لموضوع المشاريع يا بنات. أصبح موضة العصر، أصبح شيء مهم وجود المشروع بحياة كل امرأة، حتى لو كان زوجك مقتدر، حتى لو كان عنده راتب، حتى لو نقول الحال ميسور، لكن هذا ما يمنع انه انت تشتغلين وتعملين وتسدين وقت فراغك بشيء انت تحبينه. وطبعا هذا الشيء منتشر مو بس عندنا بالعراق، لا حتى بدول الخليج، حتى بنات الخليج، بنات الوطن العربي. انا مرات اتصفح على التيك توك او على الانستغرام وتطلع لي مقاطع بعض البنات الخليجيات اللي هن وببيوتهن وهي صاحبة أطفال وصاحبة زوج وعندها عائلة، لكن عندها مشروع، مثل تسوي تشيز كيك، تسوي حلويات، تسوي كيك، وتجيها طلبيات يعني، وتصور تقول يا بنات هذه طلبيتي لي اليوم إن شاء الله راح أسلمها. وقبل هواي بنات مثل خطية يشكولي سوء حظهم، مثل تقول فاطمة أنا فتحت مشروع، أنا خياطة فاطمة، ما حد يعرف إنه خياطي حلو، ما عندي زبائن، وهذا الشيء كسر راسي. أو مثل أنا أسوي كيك أو أسوي حلويات لكن ما حد يعرفني بالمنطقة. بنات أصبح الترويج حاليا اللي يريد ينجح مشروعه يروج، يسوي إعلان. هسه عن مثل صديقاتكم وخواتكم اللي يسوون إعلانات عندي وعند غيري، انتوا تعرفونهم من خلال قنواتنا، أو تسوين إعلان عند وحدة بالانستغرام يكون حسابها صاعد وتروجين عن بضاعتك وشغلك. ما بيها شي يا بنات. عندك مهنة، عندك موهبة، لا تخلينها مدفونة، حاولي تستثمرينها وتسترزقين من وراها وتسوين إعلان. حتى لو بالبداية مثل ما راح تربحين ذاك الربح المادي، على ما شوية تكونين زبائن، تكونين اسم، تكونين معروفة، ذيك الساعة رب العالمين راح يوفقك وراح تصعد بيدك. واللي عندها مشروع يا بنات ما تستكفي فقط على المعارف وعلى المنطقة والمحيطين اللي يعرفونها، لا، مثل البنية اللي قبل يومين عرضت لكم شغلها اللي تسوي ديكورات مال مطبخ، أم محمد الخياطة، أم ملاك الخياطة، يعني ما شاء الله ظلت تجي لهم زبائن، رب إن شاء الله يرزقهم ويوفقهم على قد تعبهم. كل هذا بتعبهم وجهدهم، ماكو شي يجي من فراغ. فظلت الناس حتى من باقي المحافظات يطلبون من شغلهم، عمل شنو الشغل حلو ونظيف. عندك الموهبة وعندك المقدرة انه تفتحين مشروع، اقول لك لا تنتظرين واستعجلي ورب يوفقك. وجهز عندنا الكنتاكي وانتم تتحكمون بدرجة اللون، ممكن افتح ممكن اغمق، ولو احنا ضفنا الخبز المحمص هذا يعطي لون غامق.
وهنا طبعا راح اجرب هذه وياكم نشوف القرمشة والطعم. اجربها على اساس انا ما مجربتها ولا عاضتها. روعة، يجنن يجنن، طري من الداخل ومستوي ومقرمش من الخارج، وخاصة إذا تقمسونها بشوية حمص بطحينة. حمص بطحينة طريقتها إن شاء الله تلقونها بكواي، نزل طريقتها سهلة وبسيطة ويجنن. نروح للمطاعم يحطون لنا حسرة هيك مسحة بالماعون، وعشاق الحمص بطحينة وين تكفيهم اللحسة هاي المسحة اللي يحطونها بالماعون، حسرة وكسرة. يمكن ساعة أقول فاطمة صيح لهذا الولد خليه بعد يحط لنا حمص بطحينة، هذا الولد اللي يقدم. يلا حبايبي، هنا حابة أودعكم وأقول لكم إن شاء الله تجربونها وتعجبكم. أكلة طيبة وكلها تحبها وتعشق هذه الأكلة. ويلا